وأكثر من 25 ألف طفل عراقي تعرضوا للخطف بعد عام 2003. إحصائيات لم توثقها كلها وزارة حقوق الإنسان العراقية، بحيث أن أعداد المخطوفين المسجلة لدى الجهات الأمنية أقل بكثير عن تلك الموجودة على أرض الواقع. ميمون سلام المالكي اختفى عام 2003 ولم يعرف ذووه شيئا عن مصيره منذ ذلك الحين. والده قصد الميادين آملا أن تحدث مناشدته صدى في العثور على ابنه المفقود. بسان طرف. لأن ميمون كان لي كل شيء بحياتي. من راح ميمون قلبت حياتي لسنة على الحق. ما بقى طعم حتى الهواء. ما أحس إنه أملك شيء بالدنيا. ربما لا تكفي الدموع للتعبير عن المصيبة التي حلت بهذا الوالد. ميمون ابن 11 عاما دفع ضريبة الاحتلال الأمريكي مثل معظم أطفال العراق. لم تستطع كل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 أن تعالج النتائج والتداعيات. دخلت عليه قوات أمريكية وسرقتها من داخل المستشفى ومحت اسمه من كل السجلات. هذا باعتراف القادة العسكريين البريطانيين والأمريكان. اختفى ميمون في غضون أيام من نقله إلى قاعدة بريطانية بعدما أصيب بجروح وهو يلعب بذخائر حية. السلطات البريطانية أرسلته إلى مستشفى عسكري أمريكي في الكويت لمزيد من العلاج، ولكن اختفى. وما حدث بعد ذلك لم يتضح بعد. لا، لأنه الكتب اللي عندي تثبت القوات البريطانية سلمتها لقوات أمريكية، والقوات الأمريكية تنكر ذلك. اللي يألمنا أكثر أنه ما عندنا حكومة داعينا. أي مسؤول أروح أراجعه يتهرب من القضية، وكان الموضوع ما يهمه. ما كأنه ابن العراق هذا اللي رايح، والعراق إذا راح ابن وما راجعت عنه الدولة يعني العراق ما عنده هوية. وزارة الدفاع البريطانية لم تحرك ساكنا بالرغم من مناشدة العديد من المنظمات واتصالات العائلة المفجوعة. تجاهلت نداءات العائلة ولم تقدم أي معلومات عن مكان وجود الطفل. أبحث وأدور بالشوارع عن ابني، وأيضا أدور على بلدي، لأنه من ابني ماكو بلدي ماكو. والبلد اللي ما يبحث عن ابنه ما عنده ذات. 10 سنوات وما زال مصير ميمون مجهولا. إنه تماما مثل دولة العراق دمرها الغزو الأمريكي وحولها إلى أشلاء، وبات هذا الطفل المخطوف مثل دولته ووطنه في مصير مجهول قاتم، وأبوه يطرح الأسئلة عن مصير ابنه ووطنه في وقت واحد. بسان طرف من بيروت، الميادين.